السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير لانتوما ولا كاع اللي عزيز عليكم. كما كتشوفوا معايا البنات، اليوم بديت معكم الفيديو بلاله احسان. يلا نضت البنات من عاس فطرتها، ودابا غادي نوجدها باش يديها باباها، عندها اليوم لا ثيرابيه. وعاد باش غندوز البنات نصوب التحضيرات ديال رمضان، ولو انني كنخليها البنات كل شيء حتى للدقيقه 60. المهم وقت ما جا الخير نفعنا البنات. خديت الكاوكاو كما كتشوفوا معايا، غادي نحمرو في الفران. وهاد الطريقه البنات الا درتو ليه الزيت بحال هكذا ودخلتوه الفران كيحمر في ساعه، يعني ما كياخذش بزاف الوقت بالمقارنه الا ما درتوش ليه الزيت. انا طلب مني البنات تقريبا 10 ديال الدقائق، ولكن شحلت عليه الفوق وجلست حداه ما تفاوتش من حداه. المهم سميتو حمرته ودزت البنات تنفسخ في اللوز. غادي نصاوب ان شاء الله البريوات نتاع اللوز، وغادي نصاوب السيجار نتاع الكاوكاو. هنا البنات كما كتشوفوا معايا تحمر ليا، وهذوك اللي كيكونوا ديجا حمرين بزاف يعني بحال تحرقوا كنحيدهم صافي باش ما يعطيوناش هذاك المروريه في العقده. هنا البنات خديت الكاوكاو وكنطحن فيه، غادي ندير فيها البنات تقريبا 2 طحنات. ندير الطحنه الاولانيه ياك درتها وجاتني شويه صراحه، جاتني قاصحه. مي الطحنه الثانيه البنات كتجي صراحه معلكه، وانتم غادي تشوفوا ان شاء الله معايا العقده كيفاش غتكون. هنا البنات من بعد ما نشف ليا اللوز دزت طحنته. وهاد العام البنات كنت بغيت ندير الشباكيه، الساعه راكم عارفين الشباكيه كنحطوها في الطبسيل وكنعقبو نهزوها لا هي ولا سلو. المهم الطقوس ديال رمضان لا بد خاصنا نديروهم وصافي. صافي من بعد البنات من بعد ما طحنتهم وراني كنصارع الوقت لحقا شويه غادي تدخل لاله احسان. وراك عارفين ملي كتكون لاله احسان صافي كلشي كيتوقف، الشقه ما كاينش حتى حاجه، خصك غير تقابليها. انا البنات دزت خديت العقده ديال الكاوكاو كما كتشوفوا معايا. من بعد ما طحنتها الطحنه الثانيه كتولي يعني طلقه ليدام. درت ليها زلافه ديال صغيره ديال السكر كلاصي، ومعلقه صغيره نتاع حبه حلاوه، معلقه صغيره ديال النافع. ديجا هما محمرين ومطحونين، غتعطيها البنات واحد المذاق بحال الشباكيه. المهم ودرت لهم واحد 50 غرام ديال الزبده صافي، وكنبدا نخدمها البنات على هذا الشكل صراحه كتجي زويونه. وهنا درت ليها البنات تقريبا 2 معالق ديال المزهر صافي، كنبقاو نخدموها صافي حتى تتولي بحال الكريمه. المهم هي من بعد ما تتخدم تتقصح، ملي غادي نبداو نخدمو فيها ونلولبو فيها صافي كتبدا بحال كتبدا تذوب كتبدا تسيح. غادي نخليها البنات بعدا ترتاح، وغادي نوض ندير كدير لك معكم الحشوه ديال العقده ديال اللوز. وكما قلت لكم راني زعما كنحاول بما امكن تجي احسن ما تصيبنيش في الكوزينه. واصلا لا ثيرابيه عندها غير ساعه، يعني متى تجي تمشي وتجي تصيبني يلا غنبداو ولا يلا سالت من الحاجه اللي خلاتني بادياها. المهم درت هنا تاني زلافه نتاع سكر كلاصي، ومعلقه كبيره نتاع الكونفيتير ديال المشماش، و50 غرام نتاع الزبده صافي. وكنبدا نخلطها البنات حتى هذه راه كتجي صراحه زويونه. ونفضل انا البريوات والسيجار نفضلهم البنات على هذا، نفضلهم على الشباكيه بعدا كيكون فيهم هذيك العقده شويه نافعه. صافي هنا درت البنات غير معلقه ديال المزهر غير باش نجمع الخليط، من بعد عاد باش كنبقى نزيد فيه حتى تنحس بداك القوام اللي بغيت. كما شفتوا معايا جات على هذا الشكل، يعني كتلولب. كاين اللي كيبغيها اكثر من هكا يعني تكون مرخيه بزاف، انا نكتفي بهذا القدر. المهم غنحطهم البنات يرتاحوا. غادي ندوز نحضر الغديوه لاله احسان، ما بقى ليها والو ان شاء الله باش تدخل. المهم انا ما غندير حتى شي حاجه حتى نعسها ونوجد كلشي عاد باش نبدا نخدم. المهم هنا هي دخلت لاله احسان وجدت ليها الغديوه ديالها كما كتشوفوا، وديتها البنات اخر كونترول درت ليها عند الطبيبه قالت لي راه تزادت في الوزن. الوغ نقصت ليها الا حطيت لها بحال هكا كما شفتوا معايا دايره لها البطاطا الحلوه ولا فريطاطا ديال البيض وشلاضه. الا حطيت ليها البطاطا كنحيد ليها النشويات. المهم تبارك الله عليها راهي اي حاجه كتاكلها البنات يعني عطيها غير تاكل. وسبحان الله العلي العظيم يعني ما شاء الله عليها وصافي. الحمد لله على كل حال، واللي عطاه لينا ربي نتقبلوا به. واخا عندها هذا المشكل ديال الجلوتين ما بقيناش حاسين به الحمد لله. صافي كلات البنات ونعسات ورحمه ربي نزلات. وهنا دزت انا لاله ايمان عطيتها، هي قالت لي ماما عافاك لا ديما تتصوبي هاد البريوات وما كتعطينيش نصوبهم، خليني نصوبهم راني نعرف ليهم. قلت لها يلا ها بنتي منك ليهم غنريسكي بيهم. المهم انا صوبت كما كتشوفوا معايا صوت السيجار، وهي عطيتها ما شاء الله عليها البريوات. المهم البنات كما كتشوفوا معايا ما درتش شي كميه كبيره، درت كيلو
وسلو ما غاديش نشاركو معاكم لحقاش ديجا خدمته معاكم العام اللي فات. غادي نوريكم غير الطريقه ديال الزين اللي زينت في الاخير. صافي البنات كما كتشوفوا معايا بالنسبه للبريوات درت هاد الورقه الكبيره الخضراء. وبالنسبه للسيجار خدمت بواحد الورقه فانيليه صغيره. هذه ما نصحكمش بها البنات، كتنشف في ساع. مي هذيك الغوز انا ما نكذبش عليكم خدمت بها في السيجار، يعني ما كندرقهاش كاع وما كتنشفش رطبه. وجدت الصراحه ما كاين ما احسن من الورقه نتاع المغرب. ديك الورقه اليدويه اللي فيه تضرب غير 3 ايام بحال هكا يومين، مي ما كتمرش بحال هذه ديال الجزاره ولا ديال الاتراك. مي الحمد لله كما كتعرفوا حاجه المغرب راه ما كاينش بحالها، وحنا راه كنقضيو هنا في هذه الغربه باللي كاين. صافي هنا كنت بغيت نصوب حتى انا نكمل بالبريوات بهذاك الشيء اللي بقى ليا ديال العقده ديال الكوكب. قلت لي ايمن خلي الاحسان هادو الذوق منهم. المهم خدمت معها كما كتشوفوا معايا، غادي معها انا وياها دقه دقه وما شاعلين لا تلفازه لا والو. كنقول لها طلقي راسك، عرفتي لا خرجت لا احسان وصابت هاد الدروينه في سميتها طرشق ليها مزيان. المهم بقينا بشويه بشويه البنات حتى ساليناها كما كتشوفوا. ولا بد البنات من هذه التحضيرات، ولكن يلا المهم هي العباده. يا ربي تهدينا يا ربي تهدينا وتلطف بينا وتعطينا الشتاء البنات. الشتاء والله العظيم يعني ما كان الشتاء ما كاين الماء ما كاين حتى حاجه. المهم انا صافي دزت باقي ما ناضرش حتى انا باقا ناعسه. دزت هنا البنات نقلي هاد السيجار كما كتشوفوا معايا. يعني صراحة ملي كتكون إحسان ناعسة الرحمة تنديرو اللي بغينا أنا وإيمان وكاين واحد الثقيل واحد التعاون الحمد لله. وهذا الشيء كتعرفوا كيبغي العوين، يعني خاص واحد يقلي واحد يدير في العسل واحد يجمع الروينه اللي كاينه في لافابو اللي كاينه في الصاله. مي الحمد لله هاد العام درتها مع لاله ايمان. قلت لها انت غير نساليو ان شاء الله ونساليو رمضان ندير لك شي كادو فعلتها لك. المهم كما كتشوفوا البنات صافي ساليت السيجار. وهي قالت لي اش باقي غدير لك ماما؟ قلت لها شوفي صوبي ليا غير هادو صافي ومن بعد سيري الا فقت احسان. صافي بقاي معاها صافي حتى يعني حتى نسالي انا الروينه صافي ما غاديش نبقى نقول لك والو. قالت لي واخا ماما. صافي البنات هنا دزت غادي نقلي البريوات. بدلت البنات الزيت لحقاش وانا كنقلي في السيجار وحده تحلات ليا وكاع داك الكاوكاو كله طلق تما ولا تحرق ولا كحل كما كتشوفوا معايا. ها هي يعني بقات خاويه بقى غير الجوا ديالها. مي ماشي مشكل بعدا ديجا كانت عندي الزيت بالزايد. صافي دزت البنات نقلي البريوات كما كتشوفوا معايا. هانتوما البنات حقكم في الجنه. وحتى نتوما البنات اللي باقي ما دارتهمش غير ديرهم، خاص غير تاخذي لهم واحد 4 ديال السوايع توركي عليهم صافي ها هما مصوبين. اما بالنسبه للبنات الدقيق ديجا انا حمرت هذاك على تيساع هو حبه حلاوه والنافع. والزنجلان كيتباع عندنا ديجا منقي ومحمر وكل شيء خديته من عند الجزار ديال الصحراء. يعني ما صراحه حنا ما عندناش المحين بزاف هنا. صافي البنات وحطيت التحضيرات ديالي كما كتشوفوا معايا حطيتهم لكم بهذه الطريقه. اما انا مازال البنات غادي نحطهم في السوبيرات ديالهم كما قلت لكم. السلو يعني الصوصه حدو قدو. وهذا هو تحضيرات البنات. يعني صراحه ما خبيت عليكم حتى حاجه وكنقول لكم عواشركم مبروكه. الله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو تستاهلوا كل خير. والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكنقول لكم إلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله.